السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاستعداد للسفر الى المغرب. ان شاء الله الاستعدادات كيفاش كنقوم بالتجهيز والاستعداد للسفر، بعض لي زاستوس اللي ممكن ربما تستافدوا منها واللي الاغلبيه غيكون ربما عارفها. المهم ترتيب وكيفاش كنوجد لي الا بغيت نسافر للمغرب، والبعض من المشتريات اللي ممكن تستافدوا منها. كما كتشاهدوا انا دائما اول حاجه كندير واحد لاجندا هي باش نكتب فيها كل شيء اللي غادي يخصني بالنسبه للسفر، المشتريات. كما كتشاهدوا كل واحد كندير له بلا خصو نشري له شنو نوجد له. فضروري واحد لاجندا هي باش غادي تنظموا اشنو غادي تديو معاكم من في الطريق، في اللوطيل، في الباطو، يعني كاع المسائل اللي غتحتاجوا في الطريق ولا في ان شاء الله في البلاد الا مشيتوا. المهم الاحسن ديروا واحد لاجندا تنظموا بها المسائل ديالكم. كما بغيت نشارك معكم كذلك هاد الحقيبه ديال ترتيب الاوراق بصفه عامه، الوثائق اللي كنحتاجوا في السفر للمغرب. صراحه هاد الحقيبه الصغيره، هاد الساك صغير كينفعني بزاف يعني كنجمع فيه كاع المسائل ديال السفر. كما كتشاهدوا عملي مزيان يعني لا ما تبقاو تحطوا في هنا شويه في هاد الساك شويه في هاد البوشيطه. هاد الساك هذا كيجمع ليا كلشي مسائل كما غادي تشوفوا. وباش نقول لكم هاد البوشيطه خديتها في واحد السيت علي اكسبريس، ما كانش غاليه بزاف. كندير فيها كلشي الباسبورات ديال العائله ديالي، كذلك هنا الوراق ديال الطوموبيل، الكارت غريز ولاسيرونس. دايره فيها كذلك الحاله المدنيه اللي كنحتاجوها مع الخطرات. دايره واحد القلم، البطاقه الوطنيه، الباسبور. الباسبور هنا واحد الباسبور درت فيه دوك الورقه ديال اللي كنحتاجو باش كنعمرو في الباطو. كما كتشاهدوا هنايا عندي دوك الاوراق اللي كنعمرو في الباطو. انا كناخذهم مثلا العام فايت مشيت للمغرب ورجعت جبتهم معايا، كنعمرهم هنا من الدار يعني بلا ما نشد لاكو تما ونبقى نكتب وستيلو. ما كاين ستيلو بعض الخطرات ما بغاش يكتب، انا كنجيبهم معايا من الباطو كنعمرهم من الدار كيكونوا واجدين، كنحطهم كذلك اكوتي. كذلك كندير البي فيه ديال الباطو، كنامبريمي البي من هنا ونحط هذا كنرتبها حتى هي في هذه البوشيطه. وكذلك بغيت نهضر لكم على واحد الحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم الطريق في المغرب. صراحه انا كنصحكم يتخذوا هذا الجواز، البادج ديال الطريق، كتقانوا به واحد الوقت كبير بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم ليطراجي بزاف في المغرب. بحال مثلا حنايا كنشدوا الطريق من طنجة حتى لاكادير. الا كانوا معكم وليدات، الا كان هذا كنكون سخون الحال بعض الخطرات كتكونوا جايين مشارجين، يعني داك لاطونط كتكون في لي بياج بعض الخطرات كتضيع لكم شويه الوقت. انا كنصح الناس اللي عندهم لي طراجي في المغرب انهم ياخذوا هذا البادج، كينقص عليك واحد بالعكس كتوفر واحد الوقت. يعني توفر واحد الوقت اوليو باش تبقى واقف كتسنى التور ديالك امتى. وبعد الخطرات كنشوف في البلاد لي بياج ماشي ساهلين، كيكونوا دي بيرسون تمايا، يعني ماشي بحال هنا في فرنسا سا سباس كلشي كيدوز بلا كارت بانكير، يعني كدوز فيت في ولا اسبيس. تما بعد الخطرات كيكونوا الناس كاينين في الكيشي، يعني غتبقى تسنى النوبه ديالك اللي كيخلص بالصرف. هذا كنضيعوا واحد الوقت انورم بزاف بعد الخطرات في لي بياج. وكما كتشاهدوا انا وريتكم لا فاكتور ديال الطريق السير بالمغرب، يعني ماشي غالي، كيدير واحد 400 درهم. والفاليديتي ديالو يعني المده اللي كيبقى فيها صالح 5 سنين. انا خديته هنا من 2019 وغادي يبقى لي حتى 2024. اشاك فوا كان قبل حيت كنخرج من الديوانه قبل ما نشد لوطوروت، يعني قبل ما تشد لوطوروت كتمشي كتشارجيوه المسافه اللي غادي تضربوا وكتكونوا هانيين من بعد يعني كتقانيو الوقت
بدل انكم توقفوا في لي بياج اشاك فوا وتضيعوا واحد الوقت، هو كيسهل المأمورية. فهذه استوس اللي بغى يعني اللي ما على بالوش ولكن كنظن دابا كلشي الناس تبارك الله كلشي عندهم لي باتش. وكما قالت هادو هاد البوشيط فيها بزاف ديال الجيوب، يعني ممكن ديروا فيها كاع الوثائق المهمه. فنتمنى تنفعكم الفكره. وإلا بغيتو تاخذوا هاد الباتش راه كيكونوا لي بيرو ديال لي فونت كيكونوا تما في لي بياج. ومن بين الحوايج كذلك اللي كنوجد للسفر هاد لاطروس البنات ديال الدواء. ضروري الواحد اللي كيكون شاد الطريق اللي كيسافر وكيشد طريق مسافه طويله ضروري تكون هاد لاطروس عنده في الطوموبيل، لان صراحه كتنفع بزاف بزاف. فخصوصا الا كانوا وليدات صغار ولا شي حاجه، هاد لاطروس كتجمعي فيها كاع الدواء اللي غادي تحتاجي خصوصا للطريق. انا كنهضر على الطريق. اول حاجه هاد لو ترمومتر كينفع بزاف بزاف. كتاخدي تعبري الحراره ليك ولا الوليدات في اي بلاصه كنتي، في لا فواتور جالسه واقفه، يعني ساهل ماشي بحال الاخر كيكون يدوي. احتاجيت كذلك وضعت غافيسكون، درت واحد الرشاشه ديال النيف، خديت هاد لي كومبريس حتى هما. من بين الدواء اللي ضروري خصوصا كان عندهم وليدات هاد لي ساشي ديال حشاكم ديال لا دياغي، ضروري هادي كينفعوا مزيان للوليدات الصغار. وكذلك هاد لي سيبو ديال القيا خصوصا الوليدات الا كيتقياو في الطريق ولا شي حاجه، هادو كينفعوني بزاف بزاف، هما اللي كناخذ ليهم. هاد الادويه بطبيعه الحال باستشاره الطبيب. انا ما كنقولش الناس يمشيو يشرو ديريكت من لا فارماسي تستشروا مع الطبيب ديالكم، هو اللي غادي ينصحكم بالدواء اللي غيناسبكم. خديت هنا دي دوليبران على حسب لاج ديال كل وليداتي. خديت كذلك هذه دي بونسمون الا قدر الله يطيح شي واحد الا كان تيلعب ولا شي حاجه ويتجرح ولا شي حاجه، هاد لي بتي بونسمون مزيانين يكونوا عندكم حتى هما كذلك. شنو اخر كذلك خديت هاد اليوزين الدواء الاحمر، خديته هكا اون دوزات مزيان هكا سي براتيك. بالنسبه حنا الكبار خديت سباسفون شي واحد الا دراتو كرش ولا قدر الله ولا شي حاجه. وخديت كذلك هذا مزيان، هذا صراحه الواحد اللي كديرو كرش هذا مزيان كينفع. وهذا ديال فوميسمون، هذا ديال الكبار مزيان. ما تعرف الانسان في الطريق شنو كيجيب، تاكل في شي بلاصه شي ماكله ما والمتك شي حاجه. المهم هاد الادويه كتنفع. هذا البرودوي هذا كذلك مزيان للناس اللي كتكون وقفتوا في شي بلاصه في شي اير دو روبو كينشنيو، لا هذا مزيان. هاد الدواء كذلك كيليق الحريق ديال الحلق، بخاطر الشونجمون ديال الجو في الباطو كيكون بارد الحال سخون الحال، الواحد كيضربوا البرد يعني كيضروا حلقه مزيان. هذا بيسبتين، هذا معقم الا تقدر الله تجرح شي حد. هذه بيبونتين مزيانه، هاد لا كريم مزيانه للوليدات الصغار، لانهم مثلا الا كان عندكم شي طراجي كبير وليدات مساكن كينضروا فكتليق لهم مزيان خصوصا الوليدات اللي كيكون فيهم اضطراب ولا شي حاجه. هذه ضروري تكون في لابوشيت ديالكم. وشنو اخر كذلك خديت هاد الفيتامين سي فوالا الانسان بخاطر كيحس بواحد العيا ولا شي حاجه مزيان هاد الفيتامين سي. انا كناخذو بعدا كينفعني في الطريق بخاطر الواحد كيعيا ما تلقاش سيبورتيف مزيان. خديت ايفيغالغون لا قدر الله شي واحد يضر راسو ولا شي حاجه. وخديت كذلك هاد الارنيكا جيل، هذه مزيانه شي واحد يطيح ويضرب مثلا ولا يتقسح ولكن ما يكونش محلوله الجرح، مثلا ما يكونش مجروح ما يكونش مفتوحه الضربه. هاد لا كريم مزيانه كتعاون الدراري ما تنفخش لهم الضربه ولا ما ينقص عليهم شويه الوجع. وخديت هاد الدواء كذلك ديال الكرش. هذه هي لاطروس ديالي انا اللي تكون ضروريه تكون معايا في الطوموبيل. صراحه مزيان. هادو اسعافات اوليه ونطوندون لان بعد خطرت كنشدوا لي تراجي طوال ما كيكون لا فارماسي ما كاين فين تقلب على لا فارماسي ما هذا،
فمزيان تكون عندكم هاد لاتروس اون اتوندون تلقاو شي بلاصه شي فرماسيان ولا شي سبيطار تمشيو ليه. وحاولوا ديروا هاد لابوشيط في مكان شويه بارد. كذلك كندير هاد لي لانجيت هما في ضروري في الطوموبيل. كذلك كنحتاج هاد لابوم هادي ديال الماء مزيانه للوليدات اللي كتحس بهم مثلا الا كان سخون الحال بزاف على الوليدات وحس بهم شويه بداو كيعياو وسخفانين ترشهم بهم مزيانه. ميم الكبار مزيانه ليهم. الواحد الا كيكون مثلا باقي ليه شويه الطريق وحس براسو بالعيا وهذا كتفيق. خديت هاد لي كوسان هادو ديال الوليدات ديال لي كالتيت باش حتى الا بغاو ينعسوا ما ينعسوش عوجين. صراحه مريحين ليهم. كما كناخذ لوليداتي كذلك هاد الكولورياج كنحاول ناخذ لهم هاد الكولورياج باش يتلهاو في الباطو لان عندنا جوج ديال الليلات يعني تقريبا يومين. فكناخذ لهم هاد لي كولورياج باش يتلهاو. كناخذ لهم دي جوي كذلك باش ما يبقاوش قنطانين. ومين في الطوموبيل الا كان طراجي طويل الوليدات راه كتعرفوهم كدغيا كيقنطوا. كناخذ دي كوفرتور الوليدات هكا صغار دي كوفرتور صغار الا مثلا كان البرد ولا شي حاجه راه كينفعوا. فهادو هما بعض التحضيرات اللي كنوجد للسفر. كذلك بغيت نشارك معكم هاد لي دوزات ديال الحليب. هادو صراحه عمليين بزاف بزاف كينفعوني في الطريق. كما كتعرفوا الوليدات الرضع يعني ما كيصبروش على الجوع وكيكون عندنا بعض الخطرات طراجي طويل ما كنقدروش نتوقفوا. فهاد لي دوزات كينفعوا بزاف بزاف. انا كنصح كاع الامهات اللي عندهم دي بيبي صغار ياخذوا هاد لي دوزات. كيسهلوا انك توجدي البيبرون ولو الطوموبيل غاديه يعني ما متوقفاش. فكتعمري هاد لي دوزات كما كتشاهدوا كتعمرهم وكتخليها جانبا اكوطي حداك. فين ما البيبي كيحس بالجوع في الطريق كتشديها كتعمري البيبرون ديالك بالماء وكديري الدوزات ديالك وهانتي كتعطي البيبي ياخذ البيبرون ديالو في الوقت ديالو. وكما كتشاهدوا هنا غادي نمشي للمغازا غادي نتقدى بعض المشتريات اللي غادي نحتاجها في السفر. هو صراحه كل واحد والبيدج ديالو كل واحد شنو مولف كياخذ كل واحد شنو مولف كيدي معاه. غير هي فكره بسيطه مثلا الحوايج اللي ممكن تحتاجوهم خصوصا القراعي ديال الماء او ديال العصير من الاحسن تاخذوهم. هذوك اللي كيتسدوا ساهلين الوليدات يحلوهم بوحديتهم ويعاودوا يسدوهم. فبطبيعه الحال تحضيرات بسيطه. نتمنى تاخذوا فكره للناس اللي ما عمرهم شدوا الطريق او اللي ما عمرهم سافروا ياخذوا فكره. فنتمنى الجميع السفر ان شاء الله يوصلوا هذا العام ان شاء الله يوصلوا بخير وعلى خير ويكون سفر موفق ان شاء الله وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا على المشاهده. دمتم في امان الله والى فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.